السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ انا توفيق الحديدي، احسن شاب في مصر. اتمنى كلكم تكونوا كويسين. الحقيقه ان دي اخر حلقه في السيزون الخامس من ده فيديو بيضحك. لو انتم مستغربين انا امتى نزلت 5 سيزونز، في سيزون انا نزلته وانا الوحيد بس اتفرجت عليه، والحقيقه كان جميل فشخ. فايتكم يعني. في ناس بتعبد اي حاجه غير ربنا، اي حاجه غير ربنا، كفره ولاد كلب. يعني في ناس مثلا، فانا الحقيقه النهارده عايز اتكلم عنهم يعني، او عايز اتكلم عليهم. انا عايز انم عليهم معاكم. في ناس مثلا بتعبد الشمس، ده لما المغرب بيجي كلهم بيلحدوا، ما بيحمروش بطاطس غير بزيت عباد الشمس بس، او مش بيحمروها، او بيحمروها بزيت ذره. يعني الحقيقه مش عارف في ديانه الشمس دي إيه اللي حرام وايه اللي مش حرام يعني. في ناس تانية مثلا بتعبد النار، دول بيجيبوا بوتاجاز 12 شعلة من زانوسي وكلهم بيقعدوا في الفرن، ده المعبد بتاعهم، بيفكروني باليهود. وفي ناس مثلا بتعبد البقر، دول اغبياء ولاد انا مش فاهم ازاي تعبد بقره يا غبي. بتعبد بقره، دول بيجي لهم تروما في العيد، مش بيبقوا مصدقين نفسهم، بيبقى العيد بالنسبه لهم يوم القيامه بتاعهم، وبيحصل لهم مرتين في السنه. واكتر ناس بتعبد البقر هم الهنود. انا مش فاهم بصراحه، يعني ربنا ممكن يعمل فيهم ايه تاني؟ يعني انت هندي وبتعبد البقر وكمان ريحتك وحشه، في ايه اوسخ من كده ممكن يحصل لك؟ بس النهارده بقى انا حابب اتكلم عن الناس اللي بيؤمنوا بالابراج. لو انت برج الثور ما تكملش الحلقه للاخر. اللي هم بيبقوا شايفين الجورنان، ممكن تعرف منه الحاجات اللي حصلت والحاجات كمان اللي هتحصل. فاتحين بيقروا آلة زمن بنت كل يوم الصبح الواد بتاع الجورنان ده بيجي بيحدف آلة زمن على بيتهم. تخيل تبقى في عربيه في حد بيموت، استنوا نخلص. ما تخلصي بقى، ده انت ده ايه ده؟ طب انا اعمل ايه؟ طب انا سامع الاسعاف دلوقتي، اعمل ايه؟ افتح الطريق انا يعني؟ اعمل ايه طيب يعني؟ استغفر الله العظيم يا رب. اللي وقفوا تحت بيتي انا اترعبت فشخ. تخيل تبقى حياتك متوقفه على جورنان اخبار اليوم. اصله بتعمل ايه تاني بقى يا اسطى؟ بتعرف هتتجوز امتى من مجله ماجد، وبتشوف هتتجوز مين من مجله وشوشه. كنت قبل كده قاعد في ديت مع واحده، فالمهم البت واحنا قاعدين مع بعض لقيتها فجاه بتطلع كوتشينه. قلت لها حلو، انا بعرف العب استيميشن فشخ. قالت لي لا دي طارت، اختار 3 ورقات واعرف انت شخصيتك عامله ازاي. رحت ساحب 3 ورقات، واول ورقه طلعت كانت 6 قلع ملط. راحت قالت لي انت شخص عصبي. قلت لها لا انا مش عصبي، انت عبيطه في دماغك، انا مش عصبي. تاني صوره كانت راجل قالع ملط، فقالت لي انت بتشتم كتير. قلت لها لا يا بنت تالت صوره كانت قطه قلع ملط. قلت لها بس ما تقوليش انا شخص بخربش وانا بتخانق. قالت لي لا بصراحه دي انا مش عارفاها. اصل يعني ايه انا اعرف انت شخص عامل ازاي من ورق كوتشينه؟ انا ممكن اعرف انت شخص عامل ازاي لو احنا مثلا بنلعب ترنيب، ساعتها ممكن اعرف انت عيل غبي ابن وسخه ولا لا، عشان انت مثلا ما نزلتش بالدم الكارو وخليتني ما اعرفش انزل بالقطوع، ساعتها تبقى شخص غبي فعلا. وفي ناس بتامن بحاجات غريبه فشخ، زي مثلا لو عصفوره شخت عليك يبقى انت هتتكسي. مش هشتري يعني انا تيشيرت جديد عشان انا للاسف عندي ميتنج محتاج اروحه دلوقتي، لا انا هتكسي. وبيقول لك لو القهوه وقعت يبقى ده خير. انا مش فاهم فين الخير اللي في الموضوع. هات لي سيناريو واحد بس ممكن يبقى دلق القهوه فيه خير. يعني انت مثلا لو وقعت قهوه وانت تتقدم مش في حرب يعني، اكيد مش بتتقدم في حرب يعني. مين هيبقى بيحارب وبيشرب ايس كوفي يعني؟ الا لو كان جندي مجند قضى مركز التدريب في اركان مثلا. اقصد وانت بتتقدم عادي يعني، لو انت وقعت القهوه وانت بتتقدم عادي هيقولك ده انت لو مش عارف يمسك كوبايه فهيمسك مصاريف البيت ازاي. ولو وقعت ايس كوفي هتتحسر على 260 جنيه اللي البت اللي انت نازل معاها من زايد الساعه 10 الصبح خليتك تعزمها غصب عنك على ايس كوفي، خليتك وديتك مكان بينادوا عليك علشان يدولك القهوه بتاعتك. انا بحب بقى ازول الناس دي فشخ. احطه قشطه، احطه قشطه.
طب يلعب مستر يلعب استاذ يلعب طالب اسبريسو، بيفكروني بصدام حسين اللي لو عمل مشروع بيعمل قهوه يسميه صدام حسين، ولما قهوتك تخلص مش هتبقى عايزه ينادي عليك عشان هو اكيد يعني بيعمل قهوه طعمها وسخ. تخيل مثلا اول ما قهوتك تخلص يقول بصوت عالي تحيا العراق، عشان دي فرصته الوحيده اللي ممكن يقول فيها حاجه بصوت عالي. انا عن نفسي مؤمن فشخ ان العشرات والعشرينات الجديده دي بتجيب حظ وحش فشخ، فابتديت اديها للسايس. هو فاكر ان انا بديله فلوس بجد، بس انا بديله حاجه بتخلي حظه وحش، عشان ان شاء الله يعني ينزل ديت مع واحده وغالبا هتكون سايسه او حاجه، وان شاء الله يعني تمشي في نص الديت، فاهم؟ هتمشي من الديت بظهرها، ترجع بظهرها في الديت كده، هتحضن مع واحد تاني، ولو سالها ايه اللي حصل هتقول له الحي والله الحي اعمل ايه. في الارياف مؤمنين انك لو مشيت لوحدك بالليل في واحده عريانه هتخرج من الترعه تنادي عليك وتخطفك. انا مش فاهم فين الوحش في الموضوع، يعني انا مش فاهم ايه الوحش اللي حصل يعني. دي احسن حاجه ممكن تحصل لحد في حياته يعني. ولو انت شاذ غالبا هيبقى في نداه بينده عليك، غالبا مش هيبقى نداه يعني، غالبا هيبقى راجل مجنون اللي بيجري مالتي في الشارع بس معدي كده يعني، ما تاخدش في نداه يعني، عشان ما فيش ستات رجاله تنده عليهم، عشان في الارياف الكرفيو بتاعهم الساعه 2 الظهر، ممكن يخرجوا من الساعه 8 الصبح للساعه 2 الظهر، تحسهم بيناموا في مدرسه. وفي ناس مش مؤمنين بحاجه خالص، دول بيصعبوا عليا فشخ يعني، دول ربنا معاهم حقيقي يعني، عشان لما يبقوا راكبين مع سواق تاكسي قاعد بيرغي ما بيعرفوش يقولوا والله ربنا يصلح الحال. لما يروحوا عزا ابو واحد صاحبهم مش بيعرفوا يقولوا ايه، فبيقولوا اي حاجه، اشطك احط قشطه. دايما الشيطان بياكل معاهم، فتلاقيهم دايما رفيعين فشخ كده وما فيهمش صحه يعني. انا عمري ما شفت حد تخين ملحد. طبعا مش عايزين ننسى الكماتة اللي بيعبدوا اي حاجه مثلثه، لما يجوا يدعوا ربنا بيعملوا كده. المذاهب عندهم متساوي الاضلاع وقائم الزاويه ومختلف الاضلاع. لو حد فيهم دخل معهد امنا بيطلع امون شرطه وبيأرخ المخالفه على صخره. في ناس مثلا بيعبدوا المشاهير زي مجنون ليلى وسنيلي وابن نجلة، بس مهما كانت ديانتك اتمنى ما ننساش ندعي لاخواتنا في غزه، وان شاء الله ربنا يعني يفرج عليهم. واخيرا احب اقول كس اسرائيل. انا توفيق الحديدي وده كان فيديو بيضحك. المكرونة عاملة ثورة علشان ما جابولهاش صلصة راما. الفرق كبير دي أكيد مؤامرة، والأكل كله هيقلبها دراما. دي البامية والفاصوليا جم رافعين شعار، دي صلصة بتحلي طعم الخضار. والبيتزا عاملة لها اعتصام والكشري صار، وشكلهم واخدينها جد مش هزار. والمكرونة عاملة ثورة علشان ما جابولهاش صلصة راما. من حق الأكل يغير ويطالب بالتغيير، مع راما الفرق كبير. المكرونة عاملة